من جديد. خصت رئيسة إقليم مدريد كريستينا سيفونتيس النادي الملكي باستقبال رسمي في العاصمة الإسبانية وسط أجواء احتفالية رائعة بين اللاعبين بعد تتويجهم بلقب الليغا للمرة 33. بعد ليلة حافلة واستقبال كبير عاشته تشكيلة النادي الملكي، جاء الدور على بلدية العاصمة الإسبانية مدريد التي نظمت استقبالا رسميا للمدرب زيدان ولاعبيها. ففي بلاثا ديل سول، إحدى الأماكن الكبيرة في مدريد، ووسط الآلاف من مشجعي البلانكوس، حظي كريستيانو رونالدو وزملاؤه باستقبال الأبطال بعد تتويجهم بلقب الليغا للمرة 33. أعتقد بأننا نستحق هذا اللقب. لقد كلفنا عملا كبيرا بعد 5 سنوات من الانتظار، وكان علينا أن نبرهن على استقرارنا، وبالتالي نحن جد سعداء. ولا يزال ينتظرنا هدف آخر هو دوري الأبطال، هذه الكأس لجميع مشجعي ريال مدريد في كل أنحاء العالم. رئيسة إقليم مدريد كانت حاضرة وتكفلت بنفسها بتهنئة المسؤول الأول في النادي فلورنتينو بيريز قبل أن تستلم هدية خاصة من القائد سيرخيو راموس، والتي تمثلت في قميص النادي الذي يحمل اسمها. بعد الأجواء الرسمية توجه اللاعبون وكالعادة لتحية الجماهير الغفيرة التي ساندتهم طيلة الموسم وسط أجواء رائعة صنعها اللاعبون. نشكر لكم حبكم ودعمكم، ولحسن الحظ لقب الدوري يعود إلى بيته ونحتفل به هنا سويا. ها هي آتية إليكم. الريال أنهى الموسم بطلا في إسبانيا، وتركيز اللاعبين الآن على دوري الأبطال. وكان فوز ريال مدريد بلقبه 33 في الليغا قد أطلق العنان لأنصاره الذين تجمعوا بميدان ثيبلس لاستقبال الأبطال والاحتفال بلقب طال انتظاره. حسن سالم والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير عن الأجواء الاحتفالية التي عاشتها العاصمة مدريد. لا صوت يعلو فوق أصوات أفراح أنصار الملكي بعد أن يحتل فريقهم باللقب 33 له في الليغا، لقب جعل عشاق الميرينجي يطلقون العنان لفرحتهم ويتغنون بلقب طال انتظاره 5 أعوام. إنه احتفال كبير لفوز الريال باللقب، وعلينا أن ننتظر لقب دوري الأبطال ونحن مستعدون له. ما لا يقل عن 30,000 مناصر للملكي انتظروا بميدان احتفالات الريال بألقابه ميدان ثيبيلس حتى الساعات الأولى لفجر اليوم من دون كلل ولا ملل، وصول الأبطال على حافلة مكشوفة قبل أن يصعد صانعو بهجة الملايين إلى نافورة ثيبيلس لمشاركة الأنصار فرحتهم. سحر الملكية الذي يتعدى حدود الديار الإسبانية جعل الكثيرين يقطعون مسافات طويلة للوقوف إلى جانب الأبطال في ليلة يراها المشجعون سابقة لأخرى قادمة. جئت من كوستاريكا، هذه أوقات ممتعة للاحتفال باللقب، وسنكون هنا أيضا حين يفوز الريال بدوري الأبطال. وحتى وإن كان المعشوق واحدا واسمه ريال مدريد، فإن كل واحد من هؤلاء الأنصار أعلن عن خياره، لا وبل نظم شعرا وتغنى فيه بمحاسن معشوقه. أهدي هذه الأبيات لأفضل قلب دفاع في العالم. del madridismo, eres todo un baluarte, en cama nació ese niño que va derrochando arte, Sergio Ramos, eres divino. آمال عشاق بطل إسبانيا بل يقينهم يحملهم للحديث عن أن الثنائية التي غابت عن خزائن الريال منذ أكثر من 59 عاما قادمة مع زين الدين زيدان رجل الإجماع والتوافق داخل غرفة الملابس